لو الكنافة مش بتظبط معاكي بعد الفيديو دوت هتبقي أستاذة في عمايل الكنافة ومحترفة وهتقدميها بشكل شيك بنفس الطريقة كده وممكن أجمل كمان. تعالوا بقى مع بعض اما نشوف احنا عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم جميعا عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هعمل معاكم كنافة بالمانجا لكل اللي بتفشل في عمايل الكنافة. أول حاجة عندي هعمل الشانتيه الأول. عندي هنا كوباية من المية المتلجة وفيها قطع تلج ونص كوباية شانتيه خام وربع كوباية سكر بودرة. هجيب هنا بقى طبق او بولة غويطة وهضيف الشانتيه وهضيف السكر البودرة. بعدين هروح ضايفة المية لازم يبقى فيها قطع تلج كده. بعدين هبدأ بالمضرب كده بالراحة الأول، نحاول ان احنا نخلط المكونات بتاعتنا بالراحة. بعدين هنشغل المضرب على اول سرعة وبعد كده هنبدأ ان احنا نعلي واحدة واحدة ونفضل شغالين فيه لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. زي ما حضراتكم شايفين كده القوام بتاع الشانتيه بدأ يتغير عن الاول. طبعا احنا مش ده القوام اللي احنا عاوزينه، احنا عايزين قوام اتقل من كده. هنفضل مشغلين المضرب لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه، اللي هو انا عايزاه تقيل مش عايزاه خفيف. الشربات بقى هنا كوباية ونص من السكر وكوباية ونص من المية وحباية ليمون. خلاص كده انا خلصت الشانتيه اهوت وده القوام اللي انا عاوزاه. هحطه بقى في القرطاس اللي انا هشتغل فيه. وكده الشانتيه بقى جاهز معانا اهو، نركنه على جنب. وبعد كده هنبدأ ان احنا نفرك الكنافة. طلعناها من الفريزر. هنبدأ ان احنا نفككها كده ونخليها قطع صغيرة خالص. ممكن تعمليها في الكبة بتاعتك او في الخلاط بدل ما تعملي كده. يعني لو مستعجلة مش مستعجلة هتعملي زي ما انا ما بعمل كده بالظبط. طبعا لما بتكوني مخرجاها من الفريزر بتسهل معاكي ان انتي تقطعيها، بتتكسر كده بتبقى حلوة قوي في التقطيع يعني. خلاص كده انا جهزت الكنافة بالشكل ده. هجيب بقى حلة وهروح نازلة بالكنافة كده وهروح ضايفة عليها السكر والسمنة. هضيف هنا اهو كده معلقتين من السكر ده عادي وهقلبهم. بعد كده هروح ضايفة بقى الفانيليا. طبعا الفانيليا يعني براحتك، عايزة تضيفيها براحتك مش عايزة براحتك برضو. هي الكنافة السمنة هتخلي ريحتها حلوة قوي يعني. قلبت كده الكنافة في وسط السكر كده. بعدين هنزل بقى بكوباية من السمنة بالشكل ده كده. وهفضل بقى اقلبها كلها علشان الكنافة تتغلف بالسمنة. طبعا السمنة يعني مش سايحة خالص، يعني وسط. بعد ما اتأكد ان انا غلفت الكنافة كلها بالسمنة بالشكل ده هرفعها بقى على البوتاجاز على نار هادية خالص وهفضل اقلب فيها كأني بحمر شعرية. طبعا الخطوة دي مهمة خالص، يعني ما ينفعش تسيبي الكنافة على النار وتقعدي او تنشغلي في حاجة تانية، لا هتلاقيها اتحرقت منك على طول. عايز وانتي واقفة كده والنار هادية وتقلبي كده كل شوية فيها. بدأت كده الكنافة تتحمر معايا بالشكل ده، بس مش ده برضو لون السوا اللي انا عاوزاه. انا عاوزاها اللون الذهبي الجميل بتاع الكنافة علشان يبقى شكلها ظريف في التقديم وتبقى حلوة قوي كده. وطبعا تكون مستوية. هفضل اقلب كده لحد ما اوصل للون اللي قلتلكم عليه وبعد كده هرجع لكم تاني. خلاص كده انا رفعت الكنافة من على النار، ده اللون اللي انا عاوزاه. اتحمرت اهي معايا بالشكل ده. هجيب بقى الشربات بتاعي وانزل بقى كده عليها. الشربات بقى برد والكنافة سخنة
وهروح مقلبة بقى كده بسرعة علشان اغلفها كلها بالشربات. طبعا الشربات انا عاملاه يعني كوباية ونص ميه كوباية ونص سكر، مش حابة ان الكنافة تبقى مسكرة قوي علشان ما تضايقش، يعني التسكيرة بتاعتها حلوة يعني معقولة ما تضايقش. قلبت كده الكنافة كويس في الشربات، وهجيب بقى القالب اللي انا هشتغل فيه. جبت بقى القالب كده وحطيت فيه ستريتش علشان يساعدني لما اجي اقلبها ما تبقاش ماسكه في القالب ويبقى شكلها مش ظريف. وظبطت بقى كده الشكل عشان تديني برضو شكل حلو في التقديم. هحط اول حاجه كنافه بالشكل ده، وابدا ان انا اضغط بظهر المعلقه علشان اسويها علشان تطبع بشكل القالب بالظبط، ونساوي السطح بتاع الكنافة بالشكل ده كده. بعدين هجيب الشانتيه واعمل بقى وردات كده على السطح كله بالشكل ده، هيديني برضو شكل حلو قوي في التقديم، هيبقى طبقات وظريف بصراحة يعني بالشكل ده كده بالراحة. والشانتيه ما شاء الله عاملينه يعني حلو ماسك نفسه. بعدين هروح جايبة بقى مانجا ورصاها على الشانتيه. طبعا المانجا ما تكونش نوع حادق، لا نوع المانجا لازم يكون مسكر، يعني ينفع للحلويات. رصيت كده المانجا بالشكل ده كده. انا مقطعاها عشوائي، مش زي بعض، يعني مش قطعة متساوية، عشوائي يعني. حتى هتلاقي لون المانجا فاتح وغامق، هما نوعين انا مقطعهم كانوا عندي ومقطعاهم لحد ما اتاكد ان انا رصيت المانجا كويس اوي. طبعا حلوة اوي دي بقى في الحر وهي بقى خارجة من التلاجة، بتدي انتعاش كده جميلة. بعدين بقى هروح ضايفة تاني كنافة، وهعمل بقى نفس الخطوات تاني بالشكل ده، بس ما نضغطش قوي بقى، يعني بالراحة وانتي بتسوي السطح بتاع الكنافة بالراحة. خلاص كده هسوي السطح بتاعي بعد ما حطيت الكنافة، وبعدين هعمل طبقة تاني من الشانتيه بالشكل ده. وناخد بالنا ان القالب بتاعنا فيه تجويفة كده، طبعا مش شرط نفس القالب، يعني حسب ما تحبي، زي ما يعني ما يبقى متوفر عندك اي طبق عندك غويط او اي حاجة، مش لازم نفس الشكل يعني. انا اديت لكم الفكرة، وانتم بقى ايه يعني طبقوها على اي حاجة تانية. انا عملت الفيديو ده مخصوص للبنات اللي مش بتعرف تعمل الكنافة، بتبوظ منها، ما بتعرفش تقلب الصينية ولا حاجة، فدي طريقة سهلة. ومش شرط مانجا، ممكن تعمليها كده من غير مانجا، ممكن نوتيلا وكنافة، ممكن شانتيه وكنافة، اي نوع فاكهة تاني، مش شرط مانجا، المتوفر عندك اشتغلي بيه. طبعا دي هتكون اخر طبقة بالشكل ده كده، وهروح بقى نازلة بالمانجا كلها اللي في الطبق، وهحاول ان انا اسويها. هظبط بقى الطبق علشان ادخله بقى التلاجة بعد ما بنسويه، يقعد مثلا 3 ساعات حسب بقى تبريد التلاجة. بتسيبيه بقى وقت يعني كافي علشان لما تيجي تقدميها تبقى ماسكة نفسها. بعد كده هروح بقى حاطة اخر حاجة، وهي الكنافة دي اخر طبقة. اللي ما جربش الكنافة بالمانجا بصراحة يعني فاتوا كتير. حاولوا ان انتوا تعملوها يا جماعة، هتعجبكم جدا واوفر من اللي بتشتريها من برا. يعني بولة زي دي ممكن تقطع معاكي 200-300 جنيه. انا ليه اجيبها بالسعر دوت، وانا بامكاني ان انا اعملها وبقلل التكاليف. نص كيلو كنافة ونص كيلو مانجا هيعملوا معاكي كمية حلوة قوي.
يعني الكنافة دي ده نص كيلو. طبعا انا ما استخدمش النص كيلو، يعني دول كده اقل من النص. شايفين لسه الحلة فيها كنافة، هعمل طبعا بولات تانية. تمام. انا كده بسوي خلاص السطح بتاعي، وما بضغطش قوي يعني بالراحة، عشان ايه ما يبقاش شكلها مش حلو في التقديم زي ما قلت لكم. واخر حاجة هظبط الحروف، وبعد كده هلم بقى الكيس علشان ما تبقاش ليها برضو طعم مختلف وقت التقديم. خلاص كده انا خلصت. هغطيها كويس اوي وادخلها التلاجة، ووقت التقديم هوريها لكم. بعد ما تسقع هوريها لكم. ده شكل الكنافة اهو بعد ما خرجناها من التلاجة. هفكها بقى كده بالراحة، وهروح حاطة الطبق عليها بالراحة بس كده واحنا بنفكها، علشان ايه ما نيجي نقلبها ما تتكسرش. حط بقى الطبق كده بالراحة، واروح قلبها واظبط الطبق وبالراحة بقى كده. نروح رافعين البولة بتاعتنا بالراحة. بصي يعني اتشالت معايا بكل سهولة. ده شكلها اهو. طبعا انا مش هكتفي بالشكل ده بس، لا انا هعمل وردات من فوق بقى كده، وهروح حاطة ايه كم قطعة من المانجا، عشان يبقى شكلها ظريف بقى في التقديم. وده الشكل النهائي للكنافة بالمانجا بعد ما حطيت عليها وردات من فوق كده وكم قطعة مانجا. يا رب تكون الوصفة عجبتك وتجربيها. لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس علشان تتابعيني اول باول ويوصلك كل جديد انا بعمله. في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.